بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد مع عبده. حابب بس اعلق على الحالة اللي فيها الاهلي. ده طبيعي ان بيحصل لمعظم الفرق الكبيرة، انك ممكن الفريق مستواه يهبط، يحصل بعض الضربات. يعني السيتي السنة اللي فاتت مع بيب جوارديولا نفس القصة كده، حتى في بداية الموسم لعب ماتشين خسر 2 كسب 2. هو الفرق اللي فيه لازما لعيبة الاهلي تعرف ان الاهلي هو النجم، ان هما جايين من فرق ما فيهاش نظام الاهلي او اسم زي الاهلي، لازم يعرفوا حجمهم. والاهلي برضه غلط ان ما جابش اسم كبير بدل ريبيرو عشان يقود المرحله. بس انت لما تيجي تقول لي اصل انا جايبه مشروع، انت جايب لعيب نجوم، لعيبه نجوم، جايب مدرب صغير عشان يعمل مشروع. المشروع ده انت بتجيب فريق مثلا مفيهوش نجوم كتيره، تبدا تعمل مرحله، يبدا هو يختار الناس ويختار النجوم ويعمل فريق. اما الاهلي ما كانش واقع عشان يعمل مشروع. فلو بداية الاهلي سيئة، بس السنة اللي فاتت برضه مع كولر نفس القصة. خسرنا من باتشوكا، خسرنا من الزمالك في السوبر الافريقي، حتى السوبر المحلي بالعافية برضه كنا لعبنا قبل النهائي سيراميكا وكسبناه بصعوبة، والزمالك برضه بضربات الجزاء. حتى بداية الموسم اللي فات مع سيراميكا كان ماتش برضه لولا اللي كان معانا وسام مكناش كسبناه. فطبيعي يعني ما عاد النهارده اصحاب الزملكاوية يقولك الاهلي مش اهلي، قلتلهم عادي، انا مش زعلان على الاهلي، هو كده كده هيقوم، انا مش خايف. متضايق من مستوى اللعيبة والتعادلات والقصة دي، بس مش خايف على الاهلي يعني عادي. والاهلي لعب 5 ماتشات، الزمالك لعب 6، لسه في مواجهات مباشرة بينك وبين الزمالك. السنة اللي فاتت كان فرق كام نقطة مع بيراميدز وخدنا برضه الدوري. حتى برضه في موسم الاهلي كان قالك المنطقة الدافئة ومش الدافئة، خدنا برضه، يعني دي حاجة عادية عدت الاهلي ياما، فمش قصة يعني لسه الزمالك هتلعب ماتش انت وهو هيطلع باي، فالقصة مش بعيدة يعني، فأنا مش قلقان. القصة كلها 5 نقط عادي يعني، مش رقم، لسه هتقابل الزمالك وكده. بس هو لازم يجي اسم كبير للأهلي، ما ينفعش انك تجيب اللعبة دي كلها وتسترخص في المدرب. ده هو أهم حاجة، المدرب اللي هيجمع اللعبة دي ويعمل منهم فريق هو المدرب. عملت كل حاجة